طالعين النهارده من المنيا من مركز بلاوي، مفاجأة غير متوقعة. مجوهرات ملك، مجوهرات ملك يعني الحاج محمد رضا. تعالوا نشوف مع بعض لقاء مع الحاج محمد رضا. حاج محمد أهلا بيك. اهلا بيك يا عماد بيه، نورتنا يا باشا. كده النهارده لأكبر محل في المنيا. سألنا مين أكبر محل في المنيا؟ قالنا الحاج محمد رضا. جينا لك النهارده. عايزين بقى نعرف النهارده مع بعض ونعرف الجمهور ونعرف الزباين انت مين؟ بدأت امتى في مجال الذهب؟ والله انا دخلت المجال بتاع الذهب في سنة 2012. بدأت بمحل صغير كده، وبعد كده كان في فرع تاني، وبعد كده ربنا كرمنا الحمد لله وضمنا الفرعين وبقى المحل اللي انت حضرتك فيه دلوقتي. احنا في محافظة المنيا، مركز ملاوي، شارع اخناتون. بص بصراحة خلاص المكتب ده عاجبني جدا. أنا عايز أعرف أنت جبت المكتب ده منين؟ والله هو المكتب لو عجبك يعني اتفضلوا، تمام، لان دي شغلتنا الاساسي، احنا بتوع مابوليا، تمام. اغلبيه العيله كلها بتاعت مابوليا، ودخلنا مجال الذهب يعني في 2012 زي ما قلت لك. الموبايل ده بقى من سنة كام؟ لا، في المابوليا ده من قديم الازل الحمد لله. إيه اللي بتضايق المحلات اللي حواليك في عروض المصنعيات على الذهب؟ هل دوت نوع من أنواع استعراض العضلات على المحلات اللي حواليك، بتخوفهم خايفين منك؟ أنا عايز أعرف إيه السر وإيه السبب في أصل الحكاية؟ والله بص يا عماد، يعني انا هوضح لك موضوع العروض اللي هو مزعل ناس كتيره مني. اولا انا ما اقصدش اي حاجه بالكلام ده، تمام. اللي حاصل ان المحل ده عمره بقاله سنه، المحل الجديد اللي انت فيه ده، فالدعايه النهارده بقت بفلوس. بدل ما اعمل دعايه تمام بفلوس والكلام ده، انا بحب اوفرها للعميل، العميل يبقى شافها على الطبيعه، تمام. وبيحصل المفروض اساسا التجار تبقى فاهمه الكلام ده. انا بعض ساعات ببقى قاطع ذهب، تمام، قطع ذهب من الصاغه، فاللي بيحصل ان السوق بعد ما بنقطع الذهب السوق بيرفع، تمام، فبلاقي يعني هامش الربح كويس، فالدنيا تمام، فبنقول يعني ننصص احنا والعميل وهو يستفاد وانا اعمل انتشار، مش اكتر من كده. لكن ولا اقصد ان انا اضايق حد، ودي ارزاق والارزاق بيد ربنا يعني. إحنا مش هقول السؤال بس أنت هتقوله. ده سؤال خلاص، عجبك هتقراه، ما عجبكش هتقبل الكلام، ودي فقرة البرنامج معانا. اتفضل. مال نجاوب على السؤال. بيقولوا عنك انك اشتغلت في الاثار، ومال نجاوب على السؤال. والله بص يا عماد، انا بدات حياتي دي في 2004 بعد ما خلصت كليه، تمام. النهارده احنا في 2025، يعني لو الناس شايفه ان اللي احنا فيه كتير ده في 21 سنه يبقى دي ناس فاشله، يبقى ده موضوع يخصهم هم وما يخصنيش انا، تمام. لكن موضوع اثار ومش اثار والكلام الفاضي ده بيقولوه ناس تعبانه في دماغها، ما عندهاش شغل او مش بتشتغل، تمام، وضيعت اللي معاها، فخلي اللي يقول. لفت نظري واحنا قاعدين مع بعض مجوهرات ملك. عايزين نعرف اصل كلمه ملك واصل الحكايه. والله هو كلمة ملك ده اسم بنتي الكبيرة، تمام، وهي وش السعد عليا، حتى معرض الموبيليا كنت مسميه ملك، وكل حياتي ملك. بيقولوا عنك ملك السبايك والجنيهات في المنيا. اي حد عايز سبايك يجي للحاج محمد رضا، عايز جنيهات يجي لمجوهرات ملك. ايه حكايه انت مسيطر على السبايك والجنيهات في المنيا؟ ايه اصل الحكايه؟ هو في الفترة الأخيرة أغلبية الشعب المصري كله اتجه للادخار في الذهب، فكانت قعدنا فترة كبيرة كان اتجاه الناس كلها في شراء الذهب إنها تحفظ فلوسها، مش عايزة مشغولات. فده السبب اللي خلاني اتجه لموضوع السبائك والجنيهات، والحمد لله بقيت موزع معتمد مع أكبر شركات، شركة بي تي سي، مع شركة جولي، مع شركة أندريا، مع فاين، مع سام، ولله الحمد يعني بنحاول. بالنيابه عننا عارف ان في امانه وفي صدق وفي اخلاص في العمل، لكن في بعض الاشخاص بيقولوا عنك ان انت بتبيع بدون فواتير او بدون شهادات ضمان. عايزين نوضح الموضوع دوت للعملاء عندك، تحب تقول لهم ايه؟ والله هو مفيش محل ينفع بتاع دهب ينفع يبيع من غير فاتوره، يعني ده موضوع اللي بيقول كده مش فاهم بيقول كده ازاي. ثانيا بوضح لك ان احنا المحل الوحيد في مركز ملاوي اللي عامل سيستم ونظام اكواد للشغل عنده،
تمام. الزبون عندي بيطلع واخد فاتوره، كل قطعه عليها الكود بتاعها واسم الشركه بتاعتها وسعرها ووزنها، تمام. وعندي السيستم مفتوح اونلاين مع اسعار الذهب، تمام. يعني انا مثلا هوضح لك بطريقه بسيطه وسريعه. يعني مثلا دلوقتي الذهب مثلا وليكن ب 4000 جنيه، تمام. رفع بقى ب 4050. لو جه البياع عندي يطبع لك الفاتوره على 4000، الفاتوره مش هتطبع، تمام. ولو هو الذهب كان ب 4000 وبقي ب 4000 الا 50 وجه يطبع لك الفاتوره على 4000، برضه الفاتوره مش هتطبع. فالعميل عندي ولله الحمد بياخد حقه تمام التمام، مع فاتوره. والذهب عندي كله شركات، تمام، كلها شركات معتمده، اعلى الشركات واكبر الشركات. عايزين نعرف بقى اصل الحكايه، لما فتحت المحل الجديد مين اللي سندك وقف جنبك ودعمك؟ والله هو من اكتر الناس اللي داعميني ولله الحمد خواجه صفوت ايوب في المنيا، ده يعتبر من شركاء النجاح عندي هنا في المحل، تمام. الخواجه شريف زكي صاحب شركه جولي، الخواجه فرج مسيحه، تمام، تاجر جمله، التجار التقال يعني في الصاغه. دول اكتر 3 تجار بتعامل معاهم واكتر ناس واقفين معايا ولله الحمد، والدنيا تمام معايا. عايزين نعرف في برنامج اصل الحكايه، ايه اصل الحكايه ان انت سبت الموبيليا واشتغلت في الذهب؟ ايه الاشتياق؟ ايه اللي حببك في الذهب؟ اصل الحكايه ايه؟ والله هو مبدئيا انا ما سبتش الموبيليا، انا لسه المعرض بتاعي قائم وشغال زي ما هو، تمام. بس وموضوع الذهب يعني ده جه معايا صدفه، واحد صاحبي كان عرض عليا الكلام ده، وبعد كده هو ما كملش في المجال، انا اشتغلت فيه وحبيته وكملت فيه الحمد لله. وفي نهايه الحلقه عايزين نعرف بقى ايه رايك في البرنامج، وعرفت البرنامج اصل الحكايه ازاي؟ والله انا كنت من متابعينك يا عماد في تصوير المجوهرات، كنت يعني بشوف التفاصيل في التصوير، الجاليري بتاعك كانت فظيعه بصراحه. بعدين فوجئت بالبرنامج اللي انت عامله فعجبني جدا وشدني، ومتابع كل الحلقات بتاعته. عماد كودك، بقول لك ايه، هو لسه في محلات على الواجهه؟ طبعا. ازيك؟ انت جاي متاخر جدا، بس معايا ان شاء الله هتلاقي. تعالى وانا اوريك. الساغه الجديده بالعبور، اكبر تجمع محلات زي ما انتم شايفين في سوق الذهب. 2 بنك، 2 صيدليه، 2 كافيه، 45 محل مجوهرات. معانا الدور الاول تكمله للبنوك و50 محل مجوهرات. على الانشاءات على الجراج مساحه 7500 متر تحت الارض. معايا هوريك الشكل النهائي للمشروع على مساحه 7500 متر مربع. انت لسه ما جيتش، فاضل عدد محدود قوي. وفي نهايه اللقاء زي ما اتعودنا دايما الضيف هو اللي بيختم الحلقه. كنتم مع برنامج اصل الحكايه مع عماد كودك، وكان معاكم محمد رضا صاحب محل ملك. أصل الحكاية مع عماد كوداك. تعالوا نشوف أصل الحكاية. برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك كل يوم خميس.